اهلا بيكم في مطبخ الفيروز. معاكم ايمان، وهنعمل الجلاش باللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه وبثلاث مكونات بس. هتحوله معاكي يبقى زي الفطير المشلتت بالظبط ومورق، وشايفين من جوه شكله عامل ازاي؟ ايه رايكم بقى؟ واللحمه طالعه طبقه واحده متماسكه. كملي معايا بس الفيديو للاخر وانا اقولك على كل الاسرار والتريكات اللي هنعملها هتطلع معانا بالشكل الحلو ده. يلا بينا نبدأ بقى مع بعض. اول حاجه ابدا اعصج اللحمه، طاسه على النار او حله، اضيف لها معلقه سمنه وتسخن كويس. ابدا اضيف البصل والفلفل الاخضر، ابدا بقى ان انا اقلبهم مع بعض كده لحد بس البصل ما يدبل معايا. مش كتير، مش بياخد وقت كتير على النار، يا دوبك بس يبدا لونه يغير، يبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده بقى هبدا ان انا اوسع في النص كده، وابدا اضيف اللحمه واقلبها كويس على طول، ان انا افككها من بعضها. وهنا علي النار عشان احنا عايزين نار عالية عشان اللحمة ما تبداش ان هي تفقد السوائل، احنا عايزين نديها صدمة. بعد كده بقى ابدا ان انا اضيف لها فص ثوم مفروم واشوحه معاها، بيدي طعم وريحة في العصاق حلوة قوي. جربوه ان شاء الله بالطريقة دي وتعجبكم. ابدا بقى اجهز التوابل بتاعتنا. انا هنا ضايفة بابريكا وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة ورشة قرفة وملح وسكر وسبع بهارات. طبعا انا هنا مش حاطه كميات كبيره من كل حاجه، انا حاطه ربع معلقه بس صغيره، وفي حاجات تانية نص معلقه، يعني الملح كان نص معلقه هو والسبع بهارات، وبقيه المكونات ربع معلقه صغيره. وهسيب لكم برضو المقادير كلها في صندوق الوصف. اوطي بقى النار واسيبها تستوي. هنا بقى هحط بمعدل 4 معالق سمنه، بس سمنه سايحه يا جماعه. بعد كده نص معلقه ملح صغيره، ومعلقه بيكنج باودر صغير. بيكنج باودر هو اللي هيديكي، هيخليه معاكي هش كده ويبقى يعني ايه مورق. الزبادي بقى هو اللي هيحوله معاكي للفطير، هو والقشطه. انا هنا ضفت معلقتين زبادي كبار بلدي ومعلقتين قشطه. ممكن تجيبي قشطه جاهزه او قشطه من على وش اللبن. الزبادي مع القشطه بيخلوا الجلاش يروح في حته تانية خالص، بيبقى طعمه حلو قوي كأنك بجد بتاكلي فطير. جربوه بالطريقه دي وهيعجبكم. هنا بقى قلبتهم مع بعض، بس الخليط بيبقى سميك شويه، هبدا ان انا انزل عليه اضيف عليه لبن بالتدريج شويه بشويه. يعني انا هنا ضايفه بمعدل مثلا ربع كوبايه صغير، كوبايه اللي هي ال100 مللي الصغير، ضايفه ربع كوبايه. هتضيفي لحد ما يبقى معاكي الخليط وسط، لا سميك قوي ولا خفيف قوي. نبدا بقى هنا ندهن الصينيه بتاعتنا ببقيه السمنه اللي كانت متوفره معانا، وابدا ان انا ارص الجلاش على قد الصينيه بالظبط. وما بين كل طبقة وطبقة ادهن بقى الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، الزبادي والقشطة والسمنة. وزعي الدهان كويس عشان احنا عايزينه يبقى مورق، وورقة ورقة، ما تحطيش ورقتين وتدهني، لا احنا هنحط كل ورقة لوحدها وندهنها. تدهني الاطراف والوسطانية، وزعيه على كل الجلاش عشان يبقى كله واخد من التشريبة دي. هنا بقى حطيت نص كمية الجلاش، وابدأ بعد كده اضيف اللحمة. وزعي اللحمة كويس جدا على الاطراف والوسطانية، متبقاش كلها في حتة واحدة. هنا بقى عشان تطلع معاكي متماسكة اضغطي عليها بالمعلقة كويس قوي عشان تعمليها طبقة، تبقى طبقة جامدة، يعني زي ما بنعمل كده الكنافة ونقعد نتك عليها، يعني هي برضو هتفضلي تتكي كده على اللحمة بالمعلقة لحد ما تبقى معاكي بالشكل ده. هنا بقى حابه تضيفي جبنه موتزاريلا، حابه تضيفي زيتون، الاضافه اللي تريحك ضيفيها. مش عايزه تحطي جبن خالص مفيش اي مشكله، بس انا هنا دول كانت بتدي طعم يعني، وكانت متوفره عندي. ابدا بقى اكمل بقيه الصينيه. بعد كده بقى انا بدات ان انا اقطعها. وهنا كان لسه طبعا فاضل معانا التشريبه، حطينا شويه دهنا هنا برضو هنا كل الجلاش. لازم يا جماعه كله يبقى واخد من التشريبه دي عشان يبقى طعمه كويس. هنا بقى ده كوبايه لبن وبيضايه وفلفل اسمر، هبدا اقلبهم مع بعض كويس جدا واسقي بيهم الجلاش. هتقولي ما انت حاطه قشطه وزبادي، اقول لكم دي غير دي، اعملوه بس بالطريقه دي
وان شاء الله تدعولي ويعجبكم. هنا بقى وزعت الخليط ده على الجلاش كله، وبعد كده هسويه بالمعلقه عشان لو في اماكن يعني مش ما كانش واصل لها اللبن والبيض مع بعض. اجهز بقى الفرن بتاعي على درجه حراره 200. الجلاش عايز نار وسط، ما ينفعش نار هاديه قوي. ده هنا معانا هو بيستوي، شايفين بقى مرتفع ازاي، كانه فطير بالظبط والله. بعد كده بقى هنا بدات شغلت عليه الشوايه عشان ابدا احمر الوش. وده كان الشكل النهائي بتاعنا. ايه رايكم بقى؟ حاجه كده 10 على 10. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس.